السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقاتكم كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. هلت علينا من احسن الايام في السنة كلها، ال10 ايام. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على العيد بقى، كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك عليكم ان شاء الله. حبينا نعمل معاكم بقى الكحك وروايح العيد زي ما احنا شايفين كده. احنا دلوقتي يا جماعه بنوزن الدقيق اهو، الميزان بتاعنا اهو. كل كيلو دقيق ليه نص كيلو من السمنه، تمام. فاحنا دلوقتي معانا، احنا شغالين برضو بنوزن الدقيق. معانا العجوه بتاعتنا اهي، بنسيحها في سمنه بلدي. احنا هنعمله بعجوه وهنعمله بملبن، هنرضي الاطراف، اللي بيحب كده ياكل واللي بيحب الملبن ياكل. وهنا برضو احنا زي ما انتوا عارفين ومتابعينا على طول ان احنا بنحب نعمل الكحك بتاعنا بسمنه مقدوحه. ليه؟ عشان بيقعد عندنا فتره، لان احنا بسم الله ما شاء الله يعني بنعمل كميه اللي هي تقعد عندنا فتره. فاحنا دلوقتي بنقدح السمنه ومولعين عليها النار تتقدح، وبنعمل كل حاجه كده مع بعضها. يبقى عندك في ناس برضو بتحب تعمله على البارد، اسيبكم بقى برضو مع الحاجه تقول لكم المقادير كويس. احنا في الفيديو هنمشي مع بعض واحده واحده. احنا دلوقتي دخلنا هنعمل 5 كيلو، واحنا بنكمل ميزان الدقيق. بس احنا وزننا السمنه وحطيناها على النار. انا بعمله على السخن، مش بعمله على البارد، عشان لو غاب عندي ما يريحش هتكسب. احنا بنعمل معاكم كل حاجة زي ما احنا فعلا بنعمل في البيت، يعني كل حاجة بطبيعة الجو كلها. لو هتعملي حاجه بسيطه عندك هتتاكل على طول، اعمليها على البارد وبيكون احسن. انما لو هيغيب عندك لا، اقدحي السمنه. حطوا الدور كده بقى على الميزان. هنا على الميزان اهوت، ما جاش لسه الميزان معانا، لسه ناقص 200 جرام يا ماما. احنا كده جهزنا الدقيق بتاعنا اهوت، دول ال5 كيلو. هنبدا بقى نشوف هنعمل ايه وهنحط المقادير بقيتها. احنا هنا بقى يا جماعه بنجهز الروايح بقى عشان الكحك بتاعنا. اظن عرفتوا وحفظتوا ان احنا اي حلويات بنحب نعملها او اي حاجه لازم نحط عليها ريحه الموز. فعرفتوا بقى ماما بتفضل ايه دلوقتي؟ بنفضي ريحه الموز في كوبايه من اللبن، وهنحط برضو الفانيليا. لسه في روايح من دي هتتحط على الملبن، وفي الروايح دي برضو هتتحط على العجو. ده الدقيق بتاعنا نخلناه اهو. هنحط شويه سكر، معلقتين كبار سكر، وهنحط بذره ملح صغيره اللي هي بتكون السن. هنقلبي بقى الدقيق بتاعك مع الملح مع السكر كله يتجانس مع بعض. السمنه احنا حاطينها تقدح. انا بحب اعمل الكحك بتاعي دايما بالسمنه مقدوحه، عشان لو غاب عندي ما يبقاش ظاهر فيه ريحه السمنه، وما يبقاش ما يبص منك. المقدوحه كويسه. لو انت بقى كيلو ولا حاجات هتخلص منك على طول، اعمليها على البارد. اللي احنا عملناه ده هنا ده لبن، حطيت عليه فانيليا، حطيت عليه ريح الموز. هنعمل بيه السمنه، هتشوفوا معانا الوقت. هاتوا لقمه عيش كده اما نشوف السمنه عندي على البوتاجاز اهو. انا وزنتها. احنا وزننا الدقيق 5 كيلو، وزننا السمنه 2 كيلو ونص. كل كيلو دقيق له نص كيلو سمنه، ده هيطلع معاكي مظبوط جدا. فانا معلقه عليها على النار علشان تقدح، فعايزه اشوفها قدحت ولا لا. احط اللقمه ده اهي.
يعني عملت كده واحمرت، هتحمر على طول، تبقى كده السمنه قدحت، سخنت قدحت، طلعت الغضاضه اللي فيها، طلعت النفس اللي فيها، فهنشوفها مع العيش الوقت هوريها لكم. يلا انقلي ايدي مع كلام، انقلي ايدك ماشي. السمسم اهو حطيناه يتحمر بعد ما نقناه، ومهديين عليه النار خالص، النار هاديه خالص شمع علشان ما تحرقش منك السمسم او توحده. ايدك فيه ما تسيبهوش. هنا بقى العجوه اهي بعد ما فكناها بالسمنه، حطيت عليها يعني ربع كوبايه لبن، بتقلبها بقى في اللبن تفك معاكي خالص، عشان لما تحطها في الكحكه او تحطها في القرصه تبقى طريه، ما تبصيش تلاقي حته العجوه مكلكعه منك في القرصه او في الكحكه، بعد ما بتستوي وتيجي تاكليها تبصي تلاقيها مكلكعه جواها كده. لا هي كده معلقه السمنه وربع كوبايه اللبن على كيلو العجوه بيفك معاكي العجوه خالص، تبقى سايحه دايبه جوه الكحكايه او جوه القرصه اهي. احنا كده قلبناها اهي، اتقلبت في اللبن وخلصت. احنا بنعمل السمسم لما يحمر معانا هنحط منه لما السمسم يحمر هنحط منه معلقتين كبار على العجوه، ريحه الموز على العجوه، وهنحط فانيليا. اظبطوا الروايح في الحاجه بتاعتك، بالذات في الكحك، في الحاجه دي هتدي معاكي ريحه حلوه. احنا فاتحين الفيديو طبيعي معاكم خالص عشان تشوفوا الخطوات واحده بواحده. كده العجوه جاهزه، يا دوب السمسم يحمر بس اقلب فيها شويه السمسم، وايدي في السمسم هنا. وهنا اللبن برضو احنا مولعين عليه يغلي. العيش شوفوا لسه ما احمرش قوي، فكده لسه السمنه عايزه شويه كمان نص معلقه، دي معلقه ونص سمنه بلدي. حطي ايدك في السمسم بقى ما تسيبوش اهي. ده بقى حطينا برضو روح الموز اهوت يا جماعه، وهنحط برضو فانيليا. حط فانيليا، حط روح الموز، ظبط الروايح هيظبط معاكي نفس الكحكايه يبقى جميل. كمان شويه روح الموز. هيجيني بقى ده بالذات بقى لازم يندعك بالايد. انا ما بعرفش البس جلافز وما بعرفش اشتغل بيه، فانا بشتغل كده طبيعي، غاسلين ايدينا وايدينا نظيفه وكويسه خالص فبنشتغل بيه. ماما هتدعك وانا هاكل. لازم تعجني كويس قوي، ما يبقاش في حاجه مكلكعه، اي حته مكلكعه لا، تعجني كويس قوي. حاطين ايه في العجينه؟ هي الملبن ومعلقتين كبار سمنه بلدي بقى بتطعم معاكي. لو انت عامله الكحك بسمنه نباتين، السمنه البلدي اللي في الملبن او اللي في العجوه او اللي في العجميه دي بقى بتخلي نفس الكحكه معاكي كلها سمنه بلدي. معاكي كويس قوي. برضه هو لسه هنضيف له السمسم بيتحمر على النار اهو، لسه هنحط له السمسم. مين زي بيحب ياكل الملبن كده؟ اللي زي بقى يكتب لي في التعليقات.
لا ما انت مش هتاكل منه الا حته صغيره وخلاص. احنا كده مش هنحشي الكحك، كده هتاكل الملبن ومش هنحشي الكحك تاني. كده الملبن اتعجن خالص اهو، ما بقاش فيه اي تكتلات خالص اهو. الله بقى على حته العيش دي. كده السمنه قدحت اهي، يعني حتى احنا عملنا لها اختبار. اللقمه خدت الغضاضه اللي في السمنه او النفس اللي بيبقى فيها، وكده اختبرناها بنقطه لبن بسيطه. شوفوا المعلقه ما فيهاش اهي، كده قدحت معاها. اظن الطرقعه دي برضو طلعت النفس اللي في السمنه، واحنا خلاص كده هندفع السمنه، هي كده قدحت خالص. السمسم متحمر اهو، هنحط على الملبن خلاص مش قلناها برضو، هنحط عليها معلقتين كبار اهو، هنقلبها بقى. احنا دلوقتي بنحط السمسم اهو، الباقي بقى على بقيت ايه؟ السمسم اهو، حطينا من السمسم، احنا حمرناه هنا لا زيت ولا سمنه ولا حاجه اهو. شايفين الطبق نظيفه. السمسم اللون بتاعه ما يوحدش معاكي، يبقى درجه واحده في الحمار بتاعه، مفيش واحده تبقى حمراء عن واحده عشان ما يبانش في العجين شكله مش كويس. كده هنقلبه في بعض اهو. اللي احنا بنقلبه ده بقى كميه الدقيق اللي انت عاملاها، السمسم، الملح، السكر، الكميه اللي انت عايزاها بقى. شوفي انت بتعملي قد ايه. ده الدقيق اللي انت عاملاه، عليه شويه الملح، عليه شويه السكر، عليه السمسم. بنحط قد ايه الكيلو دقيق سمنه؟ كيلو دقيق لنص كيلو سمنه، نص مقدار الدقيق بيكون سمنه، عشان يبقى انت عارفه المقدار معاك ويكون سهل معاكي خالص. الوقت احنا عملنا حفره في وسط الحله اهو، السمنه قدحت، هنشتغل بقى. ارفعي انت ايدك فوق شويه عشان الدقيق. شايفين دي بقى، دي بتطلع الغطاء بتاع السمنه كمان وبتعمل ريحه جميله بقى. حطي استنى نقلب دي. حط كمان شويه. قلبي بقى بمقصوصه بطبق حاجه، لان طبعا السمنه غليانه وانتم شايفين انها مغليه خالص اهو. بتحط السمنه وبترشيها بايه؟ بشويه ميه على لبن. انا كنت عاملاهم في الطبق، حاطين عليهم الروايح فيها ريحه الموز وفيها الفانيليا. تحط السمنه وهي قطع خالص كده، وبترشيها بالخلطه اللي احنا عملناها. حطي بقيه السمنه في ايدك، حطيها في الوسط كده، بس حاسبي روقي السمنه علشان ايه؟ ماشي. حطي بقى، وما ترجيش السمنه براحه خالص وانت مهديه ايدك عشان اللي في الارضيه. طبعا احنا حطينا لقمه العيش نزل منها حاجه دقيق كده، ففيه رواسب في الارضيه بسيطه خالص اهي. بالراحه خالص، ما ترجيش الحله علشان الرواسب دي ما تنزلش. حطي لي هنا في ايدك في وسط الحله كده اهو. بالراحه خالص عشان الرواسب دي ماشي. هاتلي بقى الرواسب دي كده اهي، ده من العيش. من العيش، من اي حاجه. فبالراحه خالص عشان الرواسب دي. تبداي بقى تقلبي بقى كده. احنا هنقلب كده اهو لحد ما هي السمنه تبرد في الدقيق. هندعك الدقيق ده على ايدينا، هنبسه صح؟ هيتبس، هندعك على الايد لحد ما كله يختلط مع بعض. انا بقلب لسه بالمقصوصه دي علشان هو سخنه. لسه السمنه على الدقيق لسه سخنه.
بقى يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، سيبناه برد بس استهدى شويه، والوقت بقى بنبس الدقيق كويس قوي لا في مش السمنه. سيبناه برد، قعدنا نقلب بالمقصوصه علشان يبرد يطلع الصهد اللي فيه لحد ما برد، وقعدنا دعكنا عليه شويه اهوت. حط ايدك كده اهوت لما الزغدله اللي فيه تروح، والدقيق اتشرب للسمنه، ما عادش فيه اثر للدقيق اهو. كده بقى هنحط. احنا عملنا الخميره، عملنا الخميره اهي، دي خميره بيض. هات اللبن، ارفع احط اللبن هنا. عندك لبن استعمليه فضي، عايزه تحط نص لبن ونص ميه ماشي، عايزه تحط ميه خالص ماشي. احنا بنزود القيمه الغذائيه بتاعته وبنضيف له لبن بقى. هو انا هقول لكم على نسبه اللبن او الميه هتحطوها للدقيق قد ايه، بس كل دقيق طبعا ما بيبقاش زي التاني. كل دي بيختلف من دي لاخر، في دي بيشرب ميه، في دي بيحتاج ميه. ارفعي انت ايدك بقى انت. صلوا على الرسول كده يا جماعه. حط الخميره، هنحتاج اللبن ده اسمع دي كده. وانا في اللبن او في الميه تبع احتياج العجين. انت ايدك اللي هتحكم وهي بتعجن، فهتشوف العجينه عامله ازاي في ايدك. في دقيق بيقبل سمنه وبيقبل ميه او لبن، وفي دقيق ما بيقبلش، بياخد المطلوب ليه بس. فانا في اي عجين بحب اعمل ما بحبش اعمل مقدار للميه، بعجن وانا والعجينه في ايدي. بس هقول لك برضو ال5 كيلو دقيق خدوا قد ايه لبن. عايزه تضيفيها كله لبن ماشي، بس هتكون القرصه ناشفه معاكي شويه، بس هتكون القيمه الغذائيه بتاعته عاليه. عايزه تحطي ميه بس هيبقى كويس. والمخابز بيعملوا كده، ما بيعملوش لبن يعني. ال5 كيلو دقيق خدوا مننا من 2 كيلو وربع ل 2 كيلو ونص لبن على ميه. العجينه حلوه جميله زي الفل. حشي انت ايدك كده، ماسكالي كده. لا ما تمسكيهاش. بقى عايزه تعجني فيه، اعجني في الكميه بتاعتك. مفيش عجان مفيش احسن من شغل الايد. انا عامه في اي حاجه بحب شغل ايدي مش برضو مش فيها جلافز ولا فيها حاجه، بحب شغل ايديا، بتبقى لامسه الحاجه اللي انت بتعمليها وبتبقى شايفاها كده. بسم الله ما شاء الله. الكحك بتاعنا خلص،
قلبنا في الخميره، وهنغطيه يرتفع شويه على ما نجهز الصواني بتاعتنا والمناقيش بقى نجهز الملبن والحاجات بتاعتنا. الملبن والحاجه جهزناها. لا هنعملها كوع عشان يبقى جاهز نحطه في الكحكايه على طول. احنا بدأنا اهو يا جماعه نشتغل. النقشه دي احسن، اللي هي بهي اللي هي بدي. انا لقيتها في السوق قالوا النقش الكحك فجبتها. فهي مش عارفه، هي مش عجباني علشان هي بططت الكحكايه اكتر من لازم. انما اللي احنا قلنا نقشاها على ايدي، شوفوا مقنبره حلوه وجميله، لما تتكبس تبقى فقش جميله كده. صباح الخير. فاحنا هنعمل شويه بدي وشويه بالمنقى. قلب تيتا صباح الفل والخير والفل والياسمين يا بطيتي. بعمل لك كحكه يا بطيتي. مش انت كنت عايزه كحكه؟ مش انت عايزه كحكه؟ وعايزه ايه كمان؟ فرح نايمه. واعمل لك ايه كمان؟ أمير محمود تحت جده بابا. ومحمود وجده وبابا؟ وتيتا لا؟ لا. وتيتا لا؟ يعني انا اعمل ومش هعمل لتيتا؟ بتحب تيتا قد ايه؟ مستحبي. بتحب تيتا قد ايه؟ ايه دي؟ يا اخي دي ايه؟ يا اخي خبي لا. يا عم خبي. هو البوم المخبي اهو. احنا شغالين اهو يا جماعه. احنا شغالين من ساعتها يعني، مش احنا قفلنا الكاميرا علشان برضو الفيديو ما يطولش عليكم. جهزنا صواني بس سايبينها ان هي برضو بعد ما بنحطها في الصواني اهو. شوش الذبابه اللي واقفه على الدار هي العجينه اهي. تحشي بقى كده يعني. اللي عايزه تتعلم الحشو الملبن اهو وتلم عليها كده علشان الحلاوه ما تكونش باينه، الملبن ما يبانش من القرصه او من الكحك. نقش معاهم واحده يا ماما. هو بقى شوفي تعالي هنا كده شوفوا النقشه بقى ده كل واحد فيهم له نقش. احنا زدنا فرد يا جماعه صحيح. كل واحد له نقش. فهو النقشه بتاعتي بقى اهي. بس النقشه بالمنقاش احلى من البصامه. يعني انا اشتريتها عشان اعمل بيها بس ما عجبتنيش. النقشه بتاعتي هنعمل برضو بها واحده معاها كحكه من الاول عشان نحشيها. البصامه دي عايزه اللي هو الساده، حجم القرصه زي ما انت عايزه، حجم الكحكه زي ما انت عايزه. كبيره ماما بتحبها تكون حجمها صغير اللي الواحد ياخدها يتحط في بق واحد ما يتبقاش منها حاجه. حته الحلاوه فيها ونروح لمينها واحد اهي. لمينها حلوه على الملبن عشان ما يخرجش. لا انا حباها صغيره علشان احنا عندنا هنا اطفال هم بيحبوا. لا مش الاطفال برضو الكبار بيحبوا اللي فيها الحلاوه، فهم بياكلوا الوسط بس بتاع الكحكه وبيسيبوا لي الدواير بتاعتها بيرموها فخساره. فبروح عاملاها صغيره والحلاوه بتاعتها كتير جوه فبياكلوا الكحكه على بعضها. انما لما تكون كبيره بقى بديلهم فرصه يرموا الحروف بتاعتها. وقت بقى الحاجه غليت فما ينفعش، حرام اي حاجه تترمى. انا بقول على البصامه ده عايزه اللي هو الساده. البصامه يعني ما يكونش محشي اللي هو الساده وتحط على السكر. لا في ناس بتعمل الساده ما بتنقشوش، اللي بتنقش الكحك.
في ناس بتنقشه بقى بتستسهلها اهي. ما هو انتوا برضو اهي ما تضغطش عليها قوي. تعالي راحه فين اهي. مش حباها الكحكه لما بترتفع النقشه دي بتختفي شويه، وبعدين بتضغط الكحكه اكتر من اللازم. شوفوا دي، شوفوا الفرق بين اللي انت نقشاها بايدك بالمنقاش والفرق بين اللي اتعملت بالبصاره دي. ده اول صاج، شايفين بسم الله ما شاء الله لونه، ولونه من تحت اهو. احنا لسه مطلعينه دلوقتي حالا من الفرن سخن. رايكم بقى تسويتي؟ بسم الله ما شاء الله، وريحته جميله جدا. شوفوا بقى نقشه البصمه، تعالي هنا كده مش باينه قوي. لما رفعت مش باينه قوي زي النقشه بتاعه المنقاش. النقشه اهي بتاع المنقاش جميله، رفعت والنقشه بتاعتها برضو باينه ما اختفتش. احنا خلصنا كده الكحك، واحنا بنحب نعمل منين؟ ده منين ساده بقى، علشان انا ما باكلش محشي فلازم نعمل شويه ساده. ده مش محشي، مفيش فيه لا عجوه ولا ملح. واحنا لسه بنخبز. لما اشوف الست هاجر والخبيز اهو كده. في حاجات تانية ممكن نظهرها برضه يعني. لو حصل حاجات تانية من الفرن هنظهرها. كمل واوريكم. الله بقى على جمال الكحك. شايفين معانا الكحك بتاعنا خلصناه، وقلت اوريه لكم بقى. شايفين بسم الله ما شاء الله. دول الحبه اللي احنا عملناهم للحاجه لماما هنا ساده، علشان هي ما بتحبش اي حاجه محشيه، فهي بتعمله زي نظام البنين كده بالظبط. بنبقى نشربه مع شاي. شايفين لونه تحفه. وده الكحك بتاعنا حاطين على السكر، وده من غير السكر. شايفين النقشه لونه تحفه تحفه. بس ده كان الفيديو بقى بتاعنا. ولو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. هي اجمل واحلى عيله في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.